السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود يا شباب، أنا أحمد فوزي ودي كواليس فريلانسر. مساء الفل يا شباب. زي ما قلنا الفيديو اللي فات ان ابورك هو من احسن مواقع الفريلانسنج، بس تعالى اقول لك على حاجه مشتركه ما بين كل المواقع اللي هتدخل عليها، وهي البروفايل ده زي السي في اللي انت بتقدمه في الشركه، هو اللي بيوري للناس انت مين وانت بتقدر تعمل ايه. فتعالى بقى نقسمه حته حته. اول حاجه البروفايل، اول ما العميل انت بتبعت له بروبوزل، وده هنتكلم عليه في فيديو تاني. اول ما بتبعت له بروبوزل هو على طول بيدخل ويشوف البروفايل بتاعك. البروفايل ده بيبقى عباره عن ايه؟ هنقسمه على مدار الفيديو بس بسرعه كده. هو بيبقى فيه الصوره بتاعتك، ودي لازم تبقى حاجه بروفيشنال. بيبقى فيه التايتل، انت اصلا شغلك اسمه ايه. بعد كده بتبدا تشرح للعميل انت تقدر تعمل ايه في البروفايل. لازم تخلي في بالك ان البروفايل لازم يبقى قصير، ما يبقاش حاجه طويله قوي، لان الناس عموما لما بتيجي تبص على البروفايل الناس بتقرا بحرف اف. يعني هو هيقرا اول سطر وهينزل شويه وهيقرا سطر في النص وهيقرا من الاول. لو لقى ان الموضوع هيشده هيكمل في الديسكربشن بتاعتك، ما لقاش ان الموضوع هيشده هيمشي ويشوف فريلانسر تاني. حاول ان انت تخلي البروفايل بتاعك بالذات الديسكربشن تبقى حاجه منظمه جدا وفعلا حاط فيها الكلمات اللي تخلي العميل يقبلك. الفيديو ده انا كنت عملته من 3-4 شهور فاتوا، كان الموضوع ممكن يطول شويه وتلاقي ان الفيديو طويل لان ما كانش فيه الاي اي، لكن دلوقتي بقى فيه برضه شات جي بي تي، والاثنين هيساعدوك كتير جدا. بس نصيحتي تروحش تقول لشات جي بي تي انا عايز ديسكربشن فتاخدها كوبي بيست هناك، مش هتوصل لحاجه. لكن هم دلوقتي يقدروا يساعدوك. فتعالوا بقى نمشي واحده واحده من اول ما تعمل الاكونت على ابورك لحد ما تخلص البروفايل بتاعك. هنمشيهم خطوه خطوه من اول اي دي وباسورد لحد ما ازاي تكتب ديسكربشن كويسه وتخلي العميل يرد عليك باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهقول لك كمان تريكات لو مش عايز تستخدمه. اول حاجه هتعملها ان انت تدخل على موقع ابورك، لو انت عندك اكونت تعمل لوجن، لو ما عندكش تبدا تعمل ساين اب، وهنمشيها خطوه خطوه. بعد كده بتقول له انا فريلانسر لوكينج فور ورك، يعني انت فريلانسر وعايز تدور على شغل، بتعمل ابلاي. بعد كده بيبقى عندك 3 اوبشن. اول واحد لو انت عندك اكونت ابل ممكن تعمل لوجن بيه، لو عندك جيميل بتدخل بيه، ولو انت عايز تعمل اصلا اكونت لوحدك يعني من غير الاثنين دولت ممكن برضو تشتغل بيهم. انا بفضل ان انا اشتغل بالجيميل عشان يبقى كل حاجه مربوطه ببعض. طيب اول حاجه بتدخل ان انت تدوس جيت ستارتد عشان تبدا ان انت تعمل البروفايل بتاعك. اول حاجه هنا بيقول لك ايه الخبره بتاعتك، يعني انت لو لسه بادئ بتبدا من هنا، لو عندك شويه اكسبيرينس بتبدا من هنا، لكن لو انت عارف انت بتعمل ايه وعندك اصلا الاكسبيرينس الكبيره في المجال ده بتقول I am an expert. طيب احنا نبدا ان انت اصلا ما عندكش لسه الخبره في المجال، فبتقول I am brand new to this، يعني انا لسه بادئ. وبعد كده بتدوس next. بعد كده بيقول لك ايه الهدف بتاعك، ان انت تشتغل فريلانسر. دوت مش هيأثر على حاجه، بس هو هيبدا ان هو يوجه لك الشغل المناسب ليك. يعني انت لما بتقول له مثلا الخبره بتاعتي كبيره، هو بيجيب لك الشغلانات اللي محتاجه فعلا ناس عندها خبره كبيره جدا في المجال ده وشغاله في شركات كبيره، او هو فريلانسر من زمان. او ان انت مثلا لما بتقول له ان انا بشتغل جزء من اليوم كفريلانسر، تفرق عن ان انت تشتغل اليوم كله، لان في ناس بتبقى طالبه ناس تشتغل 8 ساعات في اليوم، او في عملاء بيختار ان هو يبقى عايز حد بيشتغل فتره بسيطه في اليوم. فانت لما تقول له انا داخل على ابورك عشان كذا، هو بيبدا ان هو يوجهك للمكان الصح. فاحنا هنا هنقول ان انت to earn my main income، يعني انت الدخل بتاعك كله هيبقى من على ابورك. فانت تدوس هنا وتدوس نيكست. الحاجات دي مش تفرق كتير، ما تتعبش نفسك فيها، هي بس عشان زي ما قلت لك ان هو يوجهك. بعد كده هنا بتقول له ان انت هتلاقي الاوبورتونيتيز بتاعتك بنفسك، يعني انت هتلاقي شغل بنفسك، مش لازم ان انت يبقى عندك باكجز والناس عملاء اصلا من بره. فانت تقول I would like to find my opportunities myself، وبعد كده هتبدا ان انت تعمل البروفايل بتاعك. هنا بقى بيقول لك انت السي في بتاعك ايه، يعني هنا لو انت عندك سي في على لينكد ان اصلا ودوست هنا هيدخلك، لكن لو انت عندك السي في بتاعتك على اللابتوب او الكمبيوتر ممكن تعملها ابلود. لكن احنا هنقول ان انت ولا عندك هنا ولا عندك هنا وعايز تكتبها بايدك، فاحنا هنبدا ان احنا نعملها مانيولي. طيب اول حاجه ده التايتل. التايتل هو عباره عن اسمك في الشغل، ايه الاسم اللي انت بتشتغل تحتيه. يعني انت مثلا لو بتشتغل كونتنت كريتور فانت ممكن تحط كونتنت ستراتيجيست، او لو بتشتغل في كمبيوتر ساينس فانت ممكن تكتب سوفت وير انجينير، او ان انت تكتب اي او اس او اندرويد على حسب الشغل اللي انت بتقدر تقدمه للعميل. التايتل ده مهم في ايه؟ في حاجتين. واحد ان العميل اول ما يدخل على البروفايل بتاعك هيفهم هو داخل يكلم مين. تاني حاجه ان جوجل نفسه بيبدا يرانك الموضوع ده. يعني مثلا لو انت شغال سوفت وير انجينير وكاتب البروفايل والديسكربشن صح وفي الكلمات المظبوطه، جوجل هيبدا يحطك على الصفحه الاولى بتاعته، فيبدا ان انت يجي لك عملاء من غير حتى ما تبعت بروبوزل، هم اللي يكلموك. طبعا هو هتاخد فتره لحد ما يبقى عندك اكسبيرينس في الموضوع، بس التايتل والديسكربشن هم من اقوى الحاجات اللي ممكن تكتبها هناك. فتعال نشوف احنا بنعملها ازاي. هنا اول حاجه انا بعمل كونتنت، فانا هكتب كونتنت ستراتيجيست. بعد كده هنروح للاكسبيرينس.
هندوس اد اكسبيرينس، وهنا دي الخبره بتاعتك. بص انت مش لازم تكذب فيها او مش لازم تحور فيها، انت لو ما عندكش اكسبيرينس ممكن تسيبها فاضي عادي جدا، لكن لو عندك اكسبيرينس هتبقى حاجه مهمه جدا، لان الدراسات شافت ان الناس اللي بتكتب اكسبيرينس بتاعتها على ابورك او على اي بلاتفورم مختلف بيبقى نسبه ان هم يتقبلوا الضعف. يعني انت لو نسبتك 20% مثلا ان انت تقبل هتبقى 40%، لان العميل بيشوف ان انت شخص اشتغلت في شركه قبل كده، فانت تقدر ان انت تشيل مسؤوليه، تقدر تسلم شغل، عندك التزام بمواعيد، كل الكلام ده هو بيعرفه بس بمجرد ان انت تشتغل. طبعا كل ما الشركه اللي انت كنت شغال فيها قبل كده كانت كبيره كل ما الفرصه بقت اعلى. فتعالى بقى نشوف هنكتب ايه في الاكسبيرينس. هنا التايتل بتاعك، يعني انت مثلا انت زي ما هو بيقول لك اكزامبل سوفت وير انجينير، لو انت بتشتغل في السوفت ويرز فانت تكتب سوفت وير انجينير وتبدا تختارها من هنا. طيب اي شغلانه ثانيه هتلاقيها برده في الدروب داون منيو وتقدر تختار منها. بعد كده الكومباني، طبعا هو كاتب لك هنا مايكروسوفت دي شركه كبيره، بس انت لو ما اشتغلتش في شركه كبيره عادي مش مشكله، ممكن تكتب اي شركه. هنا مثلا نكتب ان هي اي بي سي. بعد كده هنا اللوكيشن بتاعك، المدينه اللي انت اشتغلت منها، لندن زي مثلا لو انت شغال هنا في مصر فانت عندك مثلا اسكندريه، الجيزه، القاهره، ايا كان. وبعد كده ايجيبت. بعد كده I am currently working in this role، يعني انت دلوقتي حالا شغال في الشغل ده، لو مش شغال ما بتدوسش عليها. بعد كده بتحط التواريخ وتكتب الديسكريبشن. بعد كده بتدوس هنا سيف. معلش احنا لازم بس بنحط التواريخ، فاحنا بنحط اي حاجه دلوقتي وبعد كده بندوس سيف. بعد كده بنروح للإديوكيشن. جزء الإديوكيشن هو عباره عن ان انت تكتب التعليم بتاعك، يعني انت لو دخلت اكتر من كليه بتكتب، حتى لو انت في مدرسه برضو بتكتب اي حاجه اتعلمت فيها تقدر تكتبها، لان دي هتزود فرصتك ان انت تشتغل. طبعا كل ما الكليه او الحاجه اللي انت كنت تدرس فيها كان اسمها اكبر بتشتغل، بس ما تقلقش لو انت في جامعه عاديه مش هتفرق قوي، او بالذات لو انت بتدرس في مصر مش معظم الكليات في مصر معروفه، فده عادي. ما تقولش مثلا في واحد تاني هيحط اسم كليه كبيره قوي بره فهو هيتقبل، لا ده مش المقياس، بس طبعا بتزود بوينتس بالنسبه لك. تعال اقول لك ممكن تكتب ايه. هنا اول حاجه هتكتب مثلا انا زي ما انا اتخرجت مثلا من فاروس. بعد كده هنا بتكتب بعد كده هنا بتكتب الشهاده اللي انت اتخرجت بيها، يعني مثلا لو انت اتخرجت ببكالوريوس فانت بتقول له ان انا والله اتخرجت ببكالوريوس، انا اتخرجت من بيزنس فبكتب بيزنس. بعد كده هنا ده المجال اللي انت اشتغلت فيه، بيزنس جواه ماركتنج وفاينانس واكاونتنج، جواه اقسام كتير، لكن انت اشتغلت فيها ايه جوه، فانا مثلا هقول له اكاونتنج او ماركتنج. بعد كده هنا بتقول له الميعاد اللي انت بدأت فيه الدراسة، وهنا الميعاد اللي انت اتخرجت فيه او المتوقع تخرجك فيه، فانا مثلا اتخرجت في 2021 فانا بكتب. بعد كده الديسكريبشن هنا بتكتب اي حاجه انت عملتها في الكليه، اي حاجه انت اشتغلتها في الكليه مع مثلا الجروبات اللي بتبقى موجوده، عملت بروجكت كبير وخدت عليه مثلا ريورد معينه او جايزه معينه، كنت بتعمل مثلا ايفنتات في الكليه، اي حاجه انت عملتها وممكن تجيب لك بوينتس اكتبها. ده مش بس بيوري العميل ان انت تقدر تشتغل، ده بيوري له كمان ان انت تقدر تتعامل مع الناس، وان انت اجتماعي اكتر من ان انت مش هتعرف تتكلم مع العميل او مش هتعرف تتكلم مع التيم لو انت شغال مع تيم. برضو انا هقول لك ان الحاجات دي بتفرق في الشغل، بس لو ما عندكش المعلومات دي كلها مش هتفرق كتير، كل ما زادت كل ما بقت احسن. تعال نقول مثلا ان احنا هنا انت ما خدتش حاجه في الكليه فمش لازم تكتب حاجه في الديسكريبشن وهتدوس سيف، انت بس كتبت الشهاده اللي انت خدتها. طيب لو انت عندك اكتر من شهاده بتدوس علامه الزائد وبتكتب الشهاده اللي بعديها على طول. طيب بعد كده بنروح للسيرتيفيكيشنز. بعد كده هنا بقى في السيرتيفيكيشنز اول حاجه بيقولها لك هي اللغه. هنا بيقول لك الانجليش بتاعك، الليفل بتاعك ايه، بيزك انت لسه مبتدئ، كونفرسيشنال انت تقدر تتكلم بيه، فلوينت ونيتيف. انت بتختار على حسب اللي انت تقدر تتكلم بيه. طيب يا فوزي انا بعرف اكتب انجليش كويس جدا وبعرف افهمه كويس جدا، بس الكلام بتاعي مكسر شويه، مش مهم، ممكن تحط نيتيف لان انت بتعرف تتكلم بيه كويس جدا. طب انا ضعيف شويه، لو حطيتها نيتيف ده هيزود عليك حمل ان انت لازم تدور على جوجل مثلا وتشوف الكلام الصح اللي ممكن يتقال للعميل ده، لان العميل لما مثلا هيقول لك انت لازم تبقى نيتيف ممكن الشغل ده يبقى صعب كلغه، فانت حط اللغه اللي انت تقدر تتكلم بيها، ولو زودت الليفلز بقت احسن، بس تبقى ضامن ان انت تقدر تتعامل بيها. تعالى مثلا هنا نقول ان انت نيتيف. بعد كده بتدوس اد لانجويج، وهنا بتقول اي نو، مثلا احنا هنا عشان في مصر فانت هتقول عربي، والعربي ده انت نيتيف فيه لان هو اللغه الام. وبعد كده بتقول له next add your skills، وبندخل على السكيلز بتاعتك او المهارات بتاعتك. هنا على ابورك انت ممكن تكتب 15 مهاره، صدقني هم اكتر بكتير من اللي انت محتاجهم، بس انت ممكن تكتب كل اللي انت تقدر عليه. يعني مثلا انت لو بتشتغل على مايكروسوفت اكسل، على وورد، على باوربوينت، كل ده ممكن تكتبه، طبعا بخلاف الحاجات المهمه اللي هي السكيل بتاعتك نفسها. يعني انت مثلا لو بتعمل ابلكيشنز على الاندرويد فانت تكتب ان انت اندرويد ديفلوبر، او لو على الاي او اس او ايا كان المجال اللي انت شغال فيه
كل المجالات اللي انت بتشتغل فيها هتلاقيها. طبعا كل ما بتحط السكيلز سبيسيفيك اكتر يعني هتبقى دقيق فيها، مش بس بتكتب سكيلز عشان تملى 15 واحده، كل ما فرصه ان انت يجيلك شغل بتبقى اكبر ومصداقيتك بتزيد اكتر عند العميل. تعالى مثلا نشوف لو انت بتعمل كونتنت ممكن تكتب ايه. هنا مثلا لو انا بشتغل في الكونتنت كرييشن، فانت مثلا هتقول له ان انا بشتغل في الكونتنت. طيب انت كونتنت ايه؟ كونتنت كرييشن اهي. طيب انا بعرف اشتغل على مايكروسوفت، فانت هتبدا تقول له ان والله انا بعرف اشتغل على مايكروسوفت. اي حاجه بقى انت بتقدر تشتغل عليها هتلاقيها موجوده، كل انواع المايكروسوفت. طب انا بعرف اشتغل مثلا على مايكروسوفت اكسل، فانا هقول له مايكروسوفت اكسل لحد ما بتملى 15 سكيل عشان تبقى ضامن ان الشغل يجي لك اكتر. طيب انت ما لقيتش ال 15 ما تكتبش حاجه زياده، ما تجودش من عندك. لو كتبت 10 كتبت 5 كتبت واحده حتى، كل ما بقيت اشطر في السكيل ديت كل ما بقيت احسن. بعد كده هنا تحت هيقول لك السجستد، هو هيقترح عليك. يعني مثلا انت بتكتب في المحتوى وهتقول له والله انا ممكن احط كونتنت رايتنج، هو هيبدا يقترح عليك سكيلز. بعد كده بتروح للاوفر فيو بتاعك، وديت حاجه من اهم الحاجات اللي هتبقى موجوده وهنتكلم فيها. طيب هنا الاوفر فيو ده بيبقى ايه؟ ده الوصف اللي العميل فعلا بيقراه. زي ما قلنا ان العميل بيقرا بحرف اف، يعني هو هيقرا اول سطر وسطر في النص وهيقرا السطور من اولها بس. كل ما السطور ديت بقت تشد اكتر هتخليه ان هو يقرا اكتر في الديسكريبشن. كل ما الحاجات ديت بقت ضعيفه او انت بتتكلم كتير فيها كل ما العميل هيبدا يطلع منها. فانت حاول ان الديسكريبشن تبقى محدده جدا وفيها الكلام اللي فعلا يشد العميل عشان يقبلك في الشغلانه. فتعالى اقول لك انا ممكن اكتب ايه في حاجه زي كده. هنا انا حضرت ديسكريبشن عشان وقت الفيديو فما نطولش فيه، فانا هنا كاتب ديسكريبشن كامله. طبعا دي باستخدام ايه؟ باستخدام شات جي بي تي، وبرضه ان هم يقدروا يساعدوني فيها. طبعا البنكتويشن اللي فيها او النقط والكوماز والحاجات ديت ممكن تستخدم حاجات زي جرامرلي او كويلبوت وهم هيساعدوك جدا في الحته ديت. بس ما تاخدش الكلام زي ما هو كات بيست، لازم تعدل عليه. بس هنا تعالى نشوف انا مثلا كاتب ايه. انا ما دام انا بكتب كونتنت فانا كاتب هنا ان انا هايلي سكيلد، انا بقدر اشتغل الشغلانه ديت، اكسبيرينس، انا عندي الخبره في المجال، باشنت ان انا بحب ان انا اشتغل في الموضوع دوت. وبعد كده اهو ده كده كان اول سطر، ده اول سطر العميل ممكن يقراه عندك. بعد كده ان انت اكسبرت، انت شاطر فعلا في ان انت بتكتب، ان انت تعمل بلوج بوست، ان انت تكتب ارتكلز، ان انت تعمل ويب سايت كونتنت. كل الحاجات دي انت فعلا بتعرف تعملها، او أنا في الحاله دي انا اللي بعرف اعملها، لكن انت لازم تبقى كاتب السكيلز فعلا ان انت تقدر تقدمها للعميل. هتكتب ان انت تقدر تعملهم كل الحاجات اللي انت بتعملها. بعد كده هتقول له مثلا ان انا اقدر اعمل الاس اي او، ده في حاله كتابه المحتوى. فانت لما بتقول له الاس اي او دي حاجه كمان زياده من عندك انت بتقدر تقدمها له. بعد كده بتقول له ان انت بتعرف تعمل ريسيرش والاديت، يعني انت مش تديله الشغل او تقول له فين المراجع اللي انا ممكن اشتغل منها، لا انت بتقدر تعمل ريسيرش وتجيب المراجع، وان انت كمان تاديت الشغل ده، وان انت اب تو ديت، يعني انت على طول متابع اخر الاخبار. يعني انت مش هتجيب له معلومات قديمه او حاجات هو ممكن ما يبقاش محتاج. بعد كده بتقول له I'm always looking for new ways to improve my writing، يعني انت على طول بتحاول ان انت تطور من نفسك، انت مش ثابت عند حته وانت شايف نفسك اجمد واحد ومفيش حد هيعديك، لا انت على طول بتحاول تحسن من نفسك. بعد كده بقى انت بتشرح انت مين. I'm hard worker, I'm always willing to get extra mile to get the job done، يعني انت على طول بتشتغل باقصى حاجه عندك وبتحاول ان انت توصل له الشغل احسن شغل ممكن هو يستلمه. بعد كده بتقول له لو انت بتدور على كونتنت رايتر فانت ممكن تلاقيني انا احسن واحد للشغلانه ديت. بعد كده هنا بتقول له شويه بروجكتس من اللي انت اشتغلت عليها، زي مثلا ان انت عملت كونتنت استراتيجي للنيو ستارت اب لشركه جديده، وايه النتيجه؟ ان كان في 200% زياده على الترافيك بتاع الويب سايت. طبعا هنا بتكتب كل الحاجات اللي انت عملتها، ما تكتبش حاجه انت ما عملتهاش لو ما بتعرفش تعملها عشان هيتعرفوا. طيب بعد كده بتقول له I look forward to hearing from you. بعد اللي انا قلت لك ايه اللي تكتبه في الديسكريبشن، تعالى بقى اقول لك ازاي انت تكتب فعلا الديسكريبشن دي بنفسك. اول حاجه لازم الديسكريبشن دي تبقى حاجه قصيره، ما ينفعش تبقى حاطط كلام كتير قوي انت مش بتحكي قصتك، انت بتقول له ليه تشتغل معاه. بعد كده لازم الديسكريبشن تبقى انت فعلا كاتب حاجات حقيقيه، لان هو لو حتى ما سالكش فيها هو هيعرفها، لان شغلك هو اللي هيوريه له. ثالث حاجه لازم تبقى في الديسكريبشن بتاعتك ان تبقى الكلمات اللي انت مستخدمها فعلا ليها علاقه بالشغل ده، يعني ما تبقاش بتحكي قصه بره الموضوع. اخر حاجه ان انت ممكن في الديسكريبشن تكتب حاجه بتضحك، تكتب جوك، تكتب نكته، هو العميل مش هيتضايق منها، بالعكس هو هيعرف ان انت اجتماعي وتقدر تهزر معاه، لكن ما تطولش طبعا فيها عشان ما تبقاش ان انت طلعت بره الموضوع بتاعك. فاحنا في الديسكريبشن بنكتب كل حاجه انت ممكن تقولها للعميل من غير ما تكلمه، يعني انت غالبا بتقنع العميل من غير ما تقول له ولا كلمه، وده مش سهل، ده انت بتكتب ديسكريبشن العميل هيشوفه وهيقبلك على اساسه.
فصدقني انت لو ما حطيتش وقت كفايه ان انت تكتب ديسكريبشن يبقى انت اصلا مش عايز تبدا في فريلانس. بعد كده هنا بتيجي ويقول لك وات ار ذا مين سيرفيس يو اوفر، ايه السيرفيس او ايه الخدمه اللي انت بتقدمها للناس. فانت هنا عشان انت كاتب اصلا السكيلز بتاعتك فهو بيقول لك او بيرجح لك ان انت تحط مثلا كونتنت رايتنج. ممكن تحط اكتر من واحده، ممكن تحط اكتر من واحده، بس انا بقول لك ان انت ما تحطش كتير عشان تبقى محدد قوي في الكلام مع العميل. بعد كده هتحط الريت بتاعك، والريت ده بيختلف كتير وتعالى اشرحه لك بسرعه. بص الريتس على معظم مواقع العمل الحر او على ابورك بالتحديد بيبقى ان ممكن تقبض بالساعه وممكن تقبض بالبروجكت كامل. لو بروجكت كامل فانت متفق مع العميل ان البروجكت ده ب $100 فانت هتاخد منه $100 في اخر الشغل، وابورك بياخد منك كات او بياخد منك نسبه اللي هي مقابل الخدمه اللي بيقدمها لك. طيب لو بالساعه انت كل ساعه هتشتغلها هتاخد قصادها مبلغ ما، يعني زي مثلا انت بتاخد في الساعه $10، ال $10 دوت ابورك برضه هياخد منك النسبه بتاعته اللي هي 10%، فهياخد منك $1 على كل ساعه تشتغلها. وهنا الاسعار بتختلف من واحد لواحد، يعني ممكن اتنين بيشتغلوا نفس الشغلانه، واحد بياخد $10 في الساعه وواحد بياخد $100 في الساعه. دي طبعا بتفرق عن خبره وشغل وكلام حاجات كتير قوي، بس احنا نقول الحاجه الافريج، او لو انت لسه بادئ اصلا تعرف منين الاسعار انت هتدخل وتدور انا بشتغل ايه ومعظم الناس اللي شغاله بتاخد كام تقريبا الافريج من بينهم. يعني مثلا انت لو شفت المبتدئين لحد المتوسطين بياخدوا من 10 ل $30، فانت تبدا تحط مثلا من 10 ل $15، ما تحطش ارقام كبيره لان انت لسه بادئ. دي هتستعمل قوي؟ لا مش هتستعمل قوي، هي بس بتوري العميل انت حاطط ثمن لنفسك قد ايه في الساعه، لكن في الاخر وانت بتقدم على الشغل نفسه هتلاقي ان كل شغلانه ليها السعر بتاعها. ممكن تناقش مع العميل وتقول له انا اصلا سعري كذا وهو بيشوفها في البروفايل، فممكن توصل له حل وسط، لكن كل بروجكت بيبقى ليه السعر بتاعه هناك. فاحنا هنا مثلا لو احنا جينا هنا وقلنا مثلا انا بقبض $10 في الساعه، فهو هنا على طول بيقول لك اوتوماتيك ان هو ياخد منك 10% اللي هي $1، فانت هتقبض $9 في الساعه. بعد كده بنروح للصوره واللوكيشن. طيب هنا ديت المعلومات العامه بتاعتك، انت هنا ايجيبت، انت من مصر. بعد كده ابلود الفوتو، انت بتحط الصوره بتاعتك، وهقول لك حاجه بسيطه عنها بس هنخلص الباقي. هنا بتحط العنوان ودوت مش بيبان لاي حد، يعني كل الكلام اللي انت هتحطه هنا مش بيبان لاي حد، تحط هنا رقم تليفونك طبعا. وبعد كده تشيك يور بروفايل. طيب تعالى بقول لك على حته الصوره ديت. الصوره اللي انت هتحطها بلاش يبقى الصوره ديت فيها افكتات كتير ومحطوط عليها فلترز، بلاش الصوره ديت تبقى انت مش باين وشك فيها كامل، او ما تبقاش الصوره فعلا الكواليتي بتاعتها كويسه، لان الصوره بتعكس شخصيتك او الشكل بتاعك، وهو الشغل مش بالشكل، بس كل ما الصوره بقت احسن واوضح كل ما العميل بيزيد الثقه بتاعتك. انا مش بتكلم دلوقتي على اشكال، انا بتكلم على ثقه. الثقه بتزيد للعميل كل ما بيلاقي ان الصوره دي اوضح بالنسبه له. حاول ان انت تختار الصوره فعلا بدقه، لان اي صوره هتحطها هتعكس على الشغل بتاعك. هنا احنا خلصنا البروفايل بتاعنا، حطينا الصوره بتاعتنا، عملنا التايتل بتاعنا، كتبنا الديسكريبشن بتاعنا، كتبنا الحاجات اللي احنا عملناها جوه الديسكريبشن، وكتبنا لوك فورورد تو هيرينج فروم يو ان انت عايز تشتغل معاه. حطينا الريت بتاعنا اللي هو $10 او في اي شغلانه ثانيه ممكن تتغير. وطبعا هنا بيحط لك العلامه ديت ان انت لو عايز تعدل على البروفايل في اي وقت ممكن تعدله. هنا كتبنا السكيلز بتاعتنا، احنا بنكتب اكتر من كده بس عشان وقت الفيديو. هنا الورك اكسبيرينس، اي حاجه اشتغلت فيها، نزلت تريننج حتى في شركه ممكن تكتبه هنا. هنا الاديوكيشن ان انت خدت شهاده منين، من كليه ايه. وبعد كده سبميت بروفايل. هنا بقى بنوصل لفيو ماي بروفايل، بتدوس عليها، ده بيدخلك على طول للبروفايل بتاعك. ده هتشوف فيه كل حاجه ممكن تلاقيها. يعني انت هنا بيقول لك الاول الاسم، التايتل بتاعك، الديسكريبشن، هنا انت ممكن تقبض قد ايه، اللغات بتاعتك، كل حاجه انت كتبتها بتلاقيها. وهنا ده البورتفوليو. ايه البورتفوليو او الورك هيستوري بتاعتك على ابورك؟ دولت عباره عن اي شغل انت خلصته للعميل بينعكس على البروفايل بتاعك. يعني انت لو خلصت شغل وخدت فيه 5 ستار وخدت فيه قبض معين بينعكس هنا، والناس بتشوفه والعملاء اللي بعديه بيشوفوه عشان يقدروا يثقوا فيك اكتر ويعرفوا ان انت فعلا شاطر في الشغلانه دي. وطبعا على الصعيد الاخر ان في لو انت جبت ستار واحده وما عملتش شغلك كويس والعميل كتب فيك ريفيو وحش، ده برضه هيبان على البروفايل وهيبقى ضرر ليك بالنسبه للعملاء اللي بعد كده. طبعا ما تقلقش لو خدت 1 ستار في اول بروجكت مش مشكله، بس احنا على طول بنبص ان احنا نجيب على الاقل 4-5 ستار في الاول عشان يفضل البروفايل بتاعك مبني صح. احنا هنا كده البروفايل بتاعنا كامل، ممكن ان احنا نبدا نروح وندور على شغل. هتدوس هنا، هتدخل على فايند وورك، وبعد كده هتكتب هنا في السيرش بار ده اي كلمه تليق بالشغل بتاعك. يعني انت مثلا بتشتغل في الكونتنت زي ما قلنا، طبعا هنا هو بيقول لك ان انت ممكن تزود حاجات على البروفايل بتاعك بس احنا نقول له لا دلوقتي، بس انت ممكن تزود. وبعد كده هنا ممكن تكتب مثلا كونتنت. اول ما بتدوس كونتنت تدخل على ابورك وبتشوف كل الشغلانات الموجوده. بعد كده احنا ندخل هنا على البروفايل. هنا اول حاجه هيقولها لك ان انت تقول
كويستشن او سؤال انت تفضل فاكره، عشان لو نسيت الباسورد في يوم من الايام تقدر ترجع له تاني، وعشان تبقى حمايه زياده. فانت مثلا ممكن تكتب ايه احسن ممثل بالنسبه لك، وهنا مثلا ممكن تقول اي حاجه، حمدي المرغني مثلا. بعد كده هنا من البروفايل ده ممكن تشوف كل حاجه ليك، الضرايب اللي عليك، البروفايل بتاعك، ان انت لو عايز تقبض الفلوس بتاعتك، الكونكتس اللي عندك، ودي هنتكلم عليها في فيديو تاني، الباسورد، اي حاجه ليها علاقه بالبروفايل بتاعك ممكن تلاقيها هنا من السيتنجز. بص الديسكربشن هي من اهم الحاجات، او البروفايل عموما هو من اهم الحاجات اللي بتخلي العميل ان هو يكلمك. بروبوزل مهم جدا، وده اول حاجه بتيجي في وش العميل، لكن تاني حاجه على طول هو بيروح يبص عليه عشان يضمن ان الشغل هيوصل له هو بروفايل. فما تستهينش بيه ابدا وتحط له 5 دقائق وتقول انا هروح اقدم على طول او هتعلم بروبوزلز بس. الاثنين قد بعض، وطبعا فوق الاثنين دولت ان انت تقدم شغل بكواليتي عاليه عشان تفضل اعلى من كل الفريلانسرز الموجودين. طبعا الفيديو ده كان بس بنتكلم على البروفايل او ازاي تبدا لو انت لسه مش عارف اصلا تعمل مع ابورك. طبعا بعد كده هنقسم ابورك حته حته، وهنتكلم ازاي ان انت تلاقي شغل، ازاي تستعمل الفلترز اللي عليه، ازاي تقبض الفلوس من عليه، وازاي ان البروجكت لما يجي لك تقدر تتكلم مع العميل صح وترد عليه صح، ولو حصل اي مشكله ازاي تحلها. ولو عايزين تعرفوا اي ويب سايت تاني ازاي ممكن تعمل بروفايل عليه او ايه اللي تكتبه، او لو عندك مشكله في كتابه اصلا الديسكربشن بتاعت اي حاجه، ممكن تكلمني وانا هرد عليك بنفسي واقول لك ازاي تكتب الديسكربشن واساعدك فيها لحد ما فعلا تلاقي اول شغلانه. فما تقلقش من الحته دي. بس كده يا شباب، يا رب اكون فدتكم في فيديو النهارده. لو عجبك المحتوى وعايز تعرف اكتر عن الفريلانسنج ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، وهتلاقوني على الانستجرام وعلى التيك توك. سلام.